لما تعمل سيرش عن الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة، كل المواقع اللي هتظهر لك هتتكلم عنها كشاعرة العراق الأولى وصاحبة الفضل في ظهور قصيدة النثر. لكن محدش هيقول لك عن الحياة السرية لنازك الملائكة واللي ليها علاقة بالسحر وبأسرار العالم الآخر وتحضير الأرواح، وعن نبوءة العرافة الفلسطينية. قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتمنى أنكم تساعدوا في انتشار الحكاية. في سنة 47 كانت الكوليرا بتهاجم العالم، ومن بين الدول اللي بهدلتها الكوليرا كانت مصر. وقتها كتبت الشاعرة العراقية نازك الملائكة قصيدة اسمها الكوليرا، ودي كانت من أهم القصايد في حياتها وفي تاريخ الشعر عموما، لأن القصيدة دي أسست مدرسة الشعر الحر بعد ما كان الشعر كلاسيكي وبس. ونازك الملائكة شاعرة من أهم شعراء العراق والوطن العربي، اشتركت مع الشاعر بدر شاكر في خلق المدرسة الشعرية الجديدة، وكانوا أول من كتبوا الشعر الحديث أو الحر ده عن تاريخها الثقافي، وده اللي هتعرضه لك المواقع لما تعمل عنها سيرش. لكن حياة نازك الملائكة كانت فيها أسرار تانية خبتها عن الجميع، زي السر اللي ليه علاقة بالسحر وبالتواصل مع الموتى وتحضير الأرواح، وزي سر تاني ليه علاقة بنبوءة عرافة فلسطينية زارتها نازك الملائكة في بيروت وقالت لها عن نبوءة غريبة هتتحقق في آخر حياتها. وبتبدأ حكاية نازك الملائكة مع العالم التاني من سنة 53، وبالتحديد لما ماتت الشاعرة العراقية سلمى عبد الرازق والدة نازك الملائكة. وسلمى عبد الرازق اتوفت في أثناء رحلة للندن، وكانت صغيرة، يعني عمرها وقتها كان في حدود 44 سنة. والغريب إنها ما كانتش بتشتكي من أي أمراض نهائي، اتوفت فجأة بدون مقدمات، وده اللي سبب صدمة لبنتها نازك أكبر أولادها. ويدوب عدت شهور من وفاة والدتها ومات والدها كمان الشاعر العراقي صادق الملائكة. ولأن نازك كانت شخصية انطوائية وبتحب العزلة، فكانت دايرة معارفها وأصحابها ضيقة قوي، وعشان كده كان أبوها وأمها هم كل حاجة في حياتها، وكانت متعلقة بيهم جدا. في الوقت ده نازك ما كانتش صغيرة، كان عندها 29 سنة، وكانت شاعرة معروفة وأستاذة في جامعة بغداد، وما كانتش لسه اتجوزت لأن جوازها اتأخر، واتجوزت تقريبا في سن ال40. وبوفاة الأب بعد وفاة الأم دخلت نازك الملائكة في صدمة جديدة وحالة حزن طويلة واكتئاب، وده اللي خلاها تروح في زيارة لجدتها لأبوها. المفاجأة الغريبة إن جدة نازك الملائكة لأبوها كانت هندية، وكان ليها علاقة بطقوس السحر اللي كانوا بيمارسوها الهنود القدام، ووارثة أسرار وطقوس ومعارف من جدود الجدود. ده غير إن ليها صلة بتحضير الأرواح والكلام معاها. ولما راحت لها نازك وجات السيرة بتاعت التواصل مع أرواح الميتين وطقوس العالم ده، طلبت نازك من جدتها إنها تعلمها كل اللي تعرفه عن السحر وتحضير الأرواح، لأنها مشتاقة تتكلم مع روح أبوها. طبعا الجدة رفضت في البداية، لكن مع إلحاح حفيدتها والحالة النفسية اللي بتعيشها وصدمتها لفراق والدها ووالدتها، اضطرت الجدة إنها توافق. جابت الجدة فنجان قلبته على وشه ولوحة عليها حروف وأرقام، وطفت النور كله وولعت الشمع، وقعدت نازك قدامها على الترابيزة، وبدأت أول جلسة تحضير أرواح في حياة نازك الملائكة. تمتمت الجدة وتحرك الفنجان، وده معناه ان روح ابنها ووالد نازك حضرت وموجودة معاهم. ساعتها حكت روح الاب اسرار كتير كانت نازك عايزة تعرفها، ده غير انه قال لهم عن مكان فلوس كان شايلها وهم ما لقوهاش بعد وفاته، وقال كمان على مكان اوراق مهمة. ومن هنا بدأت نازك تتعلم مبادئ وطقوس تحضير الارواح واستهواها الموضوع. وبعد ما رجعت نازك على بغداد ابتدت تقوم بطقوس تحضير الارواح. وقتها بقت تستعين بدايرة أصحابها المقربين واللي كانوا قليلين قوي، وبدأت بيهم جلساتها الروحية الأولى. بقوا يقعدوا حوالين ترابيزة مدورة حوالين اللوحة بتاعة الحروف والأرقام، ويطفوا النور ويولعوا الشموع. الاختلاف الوحيد بين الجلسات دي وجلسة الجدة إنها كانت بتستعين بوسيط روحاني تستقبل عليه روح الشخص اللي بتحضرها. وقبل ما تستغرب الموضوع وتسأل ليه وإزاي شاعرة كبيرة وأستاذة جامعة تعمل كده، هقولك إن في الخمسينات والستينات كان موضوع الروحانيات
الروحانيات والجلسات الروحية والتنويم المغناطيسي وتحضير الأرواح منتشر قوي في الفترة دي، وكان عدد من المسؤولين والمثقفين بيحضروا جلسات زي دي وبيستعينوا بالمعالجين الروحانيين في انهم يحلوا لهم بعض المشاكل او يعرفوا لهم بعض المعلومات، بغض النظر بقى عن هل كان الموضوع ده بجد ولا ضحك على الدقون. المهم حضرت نازك روح والدتها وقدرت تعرف منها السبب وفاتها بالطريقة المفاجئة دي، وعرفت ان السبب كان أزمة قلبية رغم ان عمرها ما اشتكت من مشاكل في القلب. حضرت أرواح ناس تانية من قرايبهم وأرواح معارف وأصدقاء وأرواح أدباء وشعراء ماتوا من زمان، لكنها استحضرتهم وسألتهم في موضوعات أدبية وقضايا ثقافية. وكمان حضرت روح شاب عراقي من جيرانهم كان اختفى فجأة وأهله ما عرفوش يوصلوا لأي معلومة عنه، وحكت لها روح الشاب ده إنه خرج في رحلة مع أصحابه من ورا أهله وإنه غرق في البحر وخاف أصحابه إنهم يبلغوا أهله، وعشان كده أهله كانوا فاكرينه لسه عايش وبيدوروا عليه. الموضوع ما وقفش عند اللي اتعلمته من الجدة، لكن ابتدت هي تتعمق في الموضوع أكتر وتجيب كتب عن ممارسات تحضير الأرواح وأسرارها وخفاياها وتعلم نفسها بنفسها. وفي البداية كانت نازك بتعمل جلسات تحضير الأرواح في بيتها في بغداد وبمساعدة الوسيط الروحاني، لكن بعدها وبعد الدراسة والقراية أكتر بقت تعملها بدون وسيط، وده لأنها بقت هي الوسيط الروحاني. لكن الموضوع ما كانش بالساهل، ده كان بيسبب لها رعشة جامدة في جسمها وحالة فزع شديدة، وبعدها بيحصل لها فقدان للوعي بتصحى منه مش فاكرة أغلب الحاجات اللي اتقالت. فضلت في الموضوع ده فترة طويلة وبعدها سافرت للكويت، وكانت في الكويت برضو بتقوم بنفس الموضوع، لكن في المقابل كانت دايرة معارفها بتقل وبتقعد مع نفسها كتير، وابتدت تنعزل واحدة واحدة عن المجتمع. وبعدها اتجوزت وخلفت ابنها الوحيد وانشغلت بزواجها وابنها وشغلها، وقل موضوع تحضير الأرواح والتواصل معاها، وتقدر تقول انه كان على وشك ينتهي لحد ما حصلت ظروف وسافرت بيروت. في بيروت سمعت عن عرافة مشهورة اسمها فاطمة الفلسطينية وانها بتعرف المستقبل وليها في الطالع، فصممت نازك انها يبقى ليها زيارة مع العرافة، وبدل الزيارة بقت زيارات. وتنبأت لها العرافة بنبوءة غريبة هتحصل لها في أواخر أيامها. قالت لها العرافة إن مستقبلها ضلمة، مع إنها وقتها كانت أشهر شاعرة في الوطن العربي، وقالت لها إنها هتعيش وحيدة وهتموت وحيدة بمشكلة في القلب وفي بلد غير بلدها وهتدفن غريبة. والصادم بقى إن نازك الملائكة نقلت عيشتها لمصر بسبب الظروف السياسية اللي كانت بتمر بيها العراق، وبسبب إنها ما كانتش لاقية فيها أدوية مرض السكر، ده غير إن شغل ابنها كان في الجامعة الأمريكية في القاهرة وكان لازم يعيش في مصر. سافرت نازك الملائكة للقاهرة مع ابنها الوحيد، وهناك خدت جنب من كل الناس وقفلت عليها الباب وبقت لا بتخرج ولا بتقابل حد، حتى مكالماتها التليفونية ما كانتش بترد عليها ولا بتعبر صحفيين ولا بتعبر إعلاميين، حتى قصايدها اللي كانت بتكتبها كانت بتحتفظ بيها في درج مكتبها عشان ما تخرجش بسببها للأضواء أو الإعلام. وتلخصت حياتها كلها في مشوار الدكتور والبيت وبس. واستمر الحال ده لمدة 15 سنة. الأغرب من ده إن زوجها لما مات واندفن ما قالولهاش، وفضلت فترة ما تعرفش، واندفن من غير ما تشوفه ولا تمشي في جنازته، مع إنه اتدفن في القاهرة. ولما ماتت وحيدة منقطعة عن العالم، واتدفنت في القاهرة رغم إن المسؤولين في العراق كانوا مجهزين طيارة تاخد الجثمان، لكنها اندفنت في القاهرة واتحققت فيها نبوءة العرافة. وماتت نازك الملائكة وما ماتش معاها السر، لأن السر اتعرف وخرج للنور بعد ما صرح بالموضوع ده أخوها نزار الملائكة في حوار لجريدة الشرق الأوسط بعد وفاة أخته. أما موضوع العرافة الفلسطينية فاللي اتكلم عنه كان ابنها البراق عبد الهادي. بس كده، يا رب ما كنتش طولت عليكم وكون حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. كان معاكم أخوكم ناصر حكاية. السلام عليكم.